حياكم الله وبياكم، أهلا ومرحبا بكم في وقفة مع الثورة وإعادة هيكلة المفاهيم. قبل شهر من اليوم، وبعد فضحي العلني لأحد أساتذة كلية الإعلام في جامعة حلب الحرة وكذلك في جامعة النهضة، بعد تحرشهم اللفظي والأكاديمي وانتهاك قدسية التعليم إذا صح التعبير، من خلال تكليف الطلبة في كلا الجامعتين بتحليل أفلام مخلة بالآداب، وهي أفلام أقل ما يقال عنها أنها إباحية. قد اتهمني البعض حينها بأن هذه اتهامات باطلة، وأن هذا هو تعدي على هذا الأستاذ وتعدي على الإدارة السابقة، ولكن ما حدث يثبت عكس ذلك. ما حدث أنه تم فصل هذا الأستاذ بعد 3 أيام مباشرة من إصدار هذه الوقفة الأخيرة، التي دفعت بطبيعة الحال الرأي العام للمطالبة الفورية بإيقاف هذا الصائل الذي يحاول التعدي على مجتمعنا، والذي يحاول التعدي على أخلاقنا، والذي يحاول التعدي على قدسية التعليم. وهذا يدل لدى العقلاء على عدة أشياء. أي هذا الفصل، فصل هذا الإنسان، أولا يدل على أن هذا الإنسان قد ارتكب جرما أخلاقيا بكل ما تعنيه الكلمة، وهو الجرم الأخلاقي الذي أشرت إليه، وهو تكليف الطلاب بتحليل أفلام مخلة بالآداب. ولو لم يكن مرتكبا لهذا الخطأ لما تم فصله مباشرة بعد أيام. عفوا. ثانيا، يدل هذا الأمر على تواطؤ الإدارة السابقة التي تقدم الطلاب لديها بشكاوى، ولكن تجاهلت هذه الشكاوى. ولكن لا بد من التنويه أنه مع الأسف الإدارة الحالية قامت بفصل هذا الإنسان، قامت بفصله ولكن دون قرار ودون أي إحالة إلى مجلس تأديبي، ودون أن تثبت الأمر قانونيا. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى احتمالية تدويره في الأيام أو في السنة القادمة، وهذه كارثة حقيقية. الحق أن يعاقب مثل هؤلاء أمام طائفة من الأكاديميين، أمام طائفة من الطلاب. لهذا لا يعتبر تشهيرا، بل هو عين العقل، بل هو عين القانون، لأنه بذلك يتم ردع أصحاب النفوس الرديئة، ويتم منع تدوير مثل هؤلاء الناس في السنوات القادمة. وهذا الخلل القانوني والأخلاقي والإداري إذا صح التعبير الذي حدث في جامعة حلب والنهضة يجب أن يعالج. لذا أرجو من إدارة الجامعات ومجلس التعليم أن يعالجوا الأمر وأن يثبتوه قانونيا. كيف نريد وكيف نطالب العالم أن يحاسب بشار الأسد ونحن غير قادرين على إدانة الفاسد بطريقة قانونية؟ إذا نحن كم أزعر لا نستطيع أن ندينهم، كيف نريد أن نطالب العصابة الدولية إذا صح التعبير أن تقوم بمحاسبة بشار الأسد؟ لكن بكل الأحوال أيها السادة، ليس هذا موضوعنا. موضوعنا اليوم متصل معه بطريقة أو بأخرى. موضوعنا هو أن هناك اليوم ضغوط كبيرة لإعادة وتدوير العميد المخلوع طلابيا الذي تكلمت عليه سابقا، العميد الأسبق لكلية الإعلام والاتصال، والذي ثبتت إدانته وتم خلعه طلابيا بعد تواطؤ الإدارة السابقة معه ومحاولة تثبيته، ولكن تم خلعه من خلال المظاهرات ومن خلال تقديم أدلة ضده لا أريد أن أتحدث عنها الآن، فقد تحدثت عنها بوقفات سابقة كثيرا. وهذا الأستاذ العميد المخلوع طلابيا هو الذي أتى بالأستاذ الفاسد أخلاقيا صديقه، مع علمه بالأدلة القاطعة بأن هذا الإنسان فاسد أخلاقيا، وقدمت لهم الأدلة. وأيضا جامعة إدلب قدمت لهؤلاء أدلة سابقا وهي معلومة للجميع. وحينها إذا كنتم تذكرون طالبت رئيس الجامعة بأن يبين لنا شهادات هذا العميد المخلوع بعد أن أصبح يتم الحديث حولها بأنه لا يمتلك شهادات. واليوم تم الحصول على شهاداته، وأرى من الواجب أن أضع هذه الشهادات أمامكم وأن أضعها أمام المسؤولين، لأنني أضع أمامها عشرات علامات الاستفهام. هناك في هذه الملفات ملفان. الملف الأول يحتوي على أوراق
كانت مقدمة لجامعة حلب في عهد النظام في عام 2008، ولكن تم رفض هذه الأوراق لأسباب تكتشفونها أو يكتشفها أي عاقل عندما يطالع هذا الملف. الملف الثاني يحتوي على أوراق تبين أسماء ومنهجية اللجنة في جامعة حلب الحرة ومجلس التعليم العالي، في مجلس التعليم العالي الذي قام بتعديل شهادات هذا العميد المخلوع بعد أن تم رفض تعديل هذه الشهادات من قبل لجنة مختصة في 2017 في الحكومة المؤقتة أيضا وفي وزارة التعليم العالي. ولكن تم استبدال هذه اللجنة بلجنة أخرى من أجل تدوير النفايات الأكاديمية إذا صح التعبير ربما. لنطلع على الملف حتى لا نظلم أحدا ونتوقف حول عدة نقاط نبحث فيها ونتركها برسم الإجابة عند المسؤولين. لاحظوا هنا في هذا الملف مثلا: نلاحظ أن تاريخ تسجيل بحث الدكتوراه في بداية 2007 تقريبا، وتاريخ أخذ الشهادة في الشهر التاسع من 2007. يعني الشهادة كلها ما تحملت 7 أشهر أو 6 أشهر، وهذا لا يحدث بكل تاريخ الرسائل الجامعية ورسائل الدكتوراه. ثانيا، الشهادة موجودة هنا، لاحظوا، في التاريخ والجغرافيا، وكل الجامعات عندما تمنح شهادة دكتوراه إما تكون إما التاريخ أو في الجغرافيا بطبيعة الحال. انظروا في الشهادة أيضا، انظروا في الشهادة التقدير مع مرتبة الشرف. لكن إذا نظرنا إلى ملف اللجنة التي كانت تقيم الوثائق في 2008 عند النظام، يقول أو تقول اللجنة أن الشهادة لا يوجد فيها تقدير، في حين أن الشهادة المقدمة لجامعة حلب فيها تقدير شرف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشهادة المقدمة للجنة في جامعات النظام تختلف عن الشهادة التي قدمت لجامعة حلب، وهذا يعني أن هناك ربما يكون هناك عبث. أيضا لاحظوا لجنة جامعة حلب من خلال تفنيدها للوثائق المقدمة تؤكد أنه لا يوجد لا ماستر ولا أطروحات، وفقط توجد شهادة دكتوراه مع كشف علامات. انظر جيدا. في جامعة حلب تم تعيين لجنة غير مختصة ويوجد واحد مختص وهو محمد قنطار، ولكن تم استبدال هذا الإنسان بزياد مسالمة، دكتور في القانون، وكان متشجع كثير، ما يبدو كان يحب أحمد، ووصف الرسالة قريبا بالكتاب الأخضر، وقال له: أنت هذه الرسالة يجب أن تكون مرجعية. لاحظ، انظر.
لم يعطي أي سلبية في هذه الرسالة. حتى انظروا إلى التقديرات كلها 7 7 7. ما يبدو كان متفائل جدا. وإذا نظرنا الدكاترة والأكاديميين الآخرين كان لديهم سلبيات معينة، ولكن أجازوا الأمر بطبيعة الحال. انظروا في هذا الملف. هذا قرار تعيين اللجنة المختصة بتقييم النتاج العلمي للعميد المخلوع. دعونا نشاهده معا. لاحظوا في هذا الملف يوجد اختصاص، كل واحد مختص بشيء، هذا بالإحصاء وهذا بالقانون وواحد بالتاريخ محمد قنطار. ولكن الشيء المضحك أن محمد قنطار هو الوحيد الذي تم فصله فيما بعد، لأنه المختص يعني تم فصله واستبداله بزياد مسالمة حتى يأتوا به، وهو مختص بالقانون فعليا. وهذا زياد مسالمة كان متفائل كثيرا كما قلت، ووصف هذه الرسالة تقريبا بالكتاب الأخضر، وقال أنه يجب أن تكون مرجعية. إن استبدال هذا الأكاديمي بهذا الأكاديمي يدل على أن هناك ربما يكون هناك تواطؤ، خاصة أنه غير مختص. من يطلع على هذا الملف يجد ويعلم أنه لماذا تم رفض هذا الملف من قبل الجهات المختصة في الحكومة المؤقتة سابقا في 2017 ولدى جامعات النظام. يجب أن يعلم الموجودون في مراكز القرار أنه أبنائنا وعقول أبنائنا أمانة في أيديكم. يجب أن تختاروا لهم وتتخيروا لهم الأكاديميين، فهم نتاج هذه الثلة الأكاديمية وهذه الثلة التعليمية. فيجب أن لا تتهاونوا أبدا في استقبال هؤلاء الأساتذة. يجب الأستاذ أن يتم اختياره تبعا للجانب الأخلاقي والأكاديمي والعلمي. أضع هذه الملفات برسم الإجابة، وأعلم تماما أن هناك ضغوط كبيرة من قبل المانحين والمنظمات المانحة على جامعة حلب الحرة وعلى جامعة النهضة بما يتعلق بالفاسد الأخلاقي الثاني. هناك ضغوط من المانحين أنه يجب هذا الإنسان أن يوضع هنا. هذه الثورة غير قابلة للتفاوض، عقول أبنائنا غير قابلة للبيع، ونحن لا نبيع عقولنا ولا نبيع مجتمعاتنا، ويجب أن تتحملوا مسؤوليتكم أيها الإداريين في الجامعة. فهذه أمانة، قفوا فإنكم مسؤولون. حياكم الله في وقفة أخرى مع الثورة. سلام.